يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. مين اللي قال ان البيتي فور ما يتعملش بالسمنه؟ ده احلى واطعم بيتي فور انا عملته في حياتي، وكمان بطريقه اقتصاديه وجميله. بيتي فور مرمل من حلاوته هتعمليه على طول. يلا بينا نقول يا بركه بسم الله ونشوف الفيديو ونشوف البيتي فور بتاعنا الجميل اللذيذ ابو طعم حلو ده. نقول يا بركة بسم الله. أول حاجة معايا بيضة كاملة، وكمان معايا فانيليا، وكمان معايا نص كوباية سكر بودر اللي هو السكر الناعم، وكمان كوباية سمنة بس ما تكونش مليانة قوي، وكوبايتين دقيق منخولين وعليهم ذرة ملح بسيطة جدا. هنحط نص كوباية السكر البودر في الطبق، وكمان كوباية السمنة. بس نفضي بس الكوباية كده كويس، وبعد كده نحط كوباية السمنة. طبعا السمنة ما تكونش سايحة قوي ولا جامدة قوي، يعني تكون طرية شوية. لو سايحة قوي طبعا هتدخلها التلاجة شوية عشان تربط شوية، لكن لو انت هتاخديها من الصفحة على طول ورابطة شوية كده زي اللي في الكوباية، اشتغلي بها على طول. تمام. حطيت السكر مع السمنة وقلبتهم مع بعض كده بالمعلقة، وبعد كده جبت المضرب بتاعي، وبعد كده هخفق فيهم لحد ما يديني القوام الكريمي او القوام الهش، يعني زي الغريبة والبسكوت والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها مع بعض. يعني يعتبر الثلاث طرق دول يعني قريبين من بعض. تمام. فضلت اضرب فيهم لحد ما هيدينا القوام الهش. لازم تضربي كده مش اقل من 5 دقايق او 4 دقايق. وبعد كده تمام. بقولك كده خلاص السمنة والسكر القوام بقى كريمي. وبعد كده حطيت البيضة وكمان نقطتين فانيليا. لازم تحط البيضة كاملة عشان البيتيفور يطلع معانا مرمل، وكمان كده تحس ان فيه سنة قرمشة مع الترميلة الحلوة دي. يعني ما تحطيش الصفار لوحده ولا البياض لوحده. ليه؟ لانك انت لو حطيت الصفار لوحده طبعا البيتيفور هيكون طري، ولو حطيت البياض لوحده البيتيفور هيطلع مننا ناشف. فلازم تحط البيضة كاملة عشان البيتيفور بتاعنا يطلع مننا مظبوط ومية مية. طبعا بعد ما حطيت البيضة والفانيليا ضربت برضو شوية لحد ما شاء الله ما اداني القوام اللي هو الكريمي الهش الحلو ده. يعني مقاديرنا سهلة وبسيطة، ما فيش اسهل منها وما فيش ابسط منها. خلصت الحمد لله خفق السمنة مع السكر والبيضة والفانيليا، وبعد كده فكيت السلاح وفضيت اي حاجة فيه خسارة. امال ايه، كل حاجة بفلوس. وبعد كده معايا كوبايتين الدقيق، طبعا عليهم ذرة ملح بسيطة جدا، وحطيت شوية دقيق وقلبت بالمعلقة. وبعد كده احط شوية تانيين ونقلب برضو بالمعلقة. طبعا عجينة البيتيفور لازم تكون طرية، يعني ملزقة شوية، يعني ملزقة شوية عن عجينة الغريبة يا جماعة، عشان تنزل مننا بكل سهولة من الكيس الحلواني، وكمان عشان البيتيفور يبقى مرمل. عجينة البيتيفور مش بيتعجن فيها كتير برضو، يعني بالمعلقة كده قلبتين يعني تتوه الدقيق مع الخليط. بصي بقى، طبعا العجينة فيها كمية سمنة حلوة، ولو زودت سمنة طبعا البيتيفور ممكن يفرش مننا في الفرن. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا حاساها ان هي جامدة شوية، هتتعبني لما اجي انزلها من الكيس الحلواني. عشان العجينه تنزل مني بسهوله وتبقى مرمله بامانه حطيت معلقه حليب او معلقتين بالكتير، يعني ما تكتريش. معلقه الحليب او المعلقتين دول بصي بقى هيخلي البيتيفور معاكي ناعم ومرمل، وكمان في سنه قرمشه مع الترميله جميله جدا. بس للاسف انا كنت بحسب الكاميرا شغاله لقيتها فاصله، عشان كده بقول لكم للامانه انا عملت كده. غطيت العجينه وسبتها تريح 5 دقايق. لو انت في الصيف هتحطها في التلاجة حوالي ربع ساعه عشان العجينه هتنطر السمنه اللي فيها، ولما تيجي تشكلها في الصيف شكلها في مكان يكون بارد، يعني في مروحه، عشان برضو ايه البيتيفور ما يصحش معاكي وانت بتشكليه. حطيت حته عجينه في الكيس الحلواني، طبعا مش كل العجينه عشان اقدر اتحكم فيها وانا بشكلها. وجبت البلبلة دي على شكل وردة. انا كان عندي بلبلة تانية شكلها احلى من كده بس مش لاقياها. الصينية بتاعتي مش مدهونة اي حاجة لان البيتيفور فيه كمية سمنة حلوة. طبعا انت بتعملي الوردة، يعني الصينية دي انا كبرتها شوية، كبرت الوردة شوية. وطبعا اي وردة مش عاجباني بشيلها واحطها تاني في الكيس الحلواني. اهم حاجة يعني انت تصغري الوردة شوية، لان البيتيفور زي الغريبة يعني بيفرش سنة في الفرن. يعني حاولي تصغري الوردة شوية. انا كبرت الوردة دي شوية في الصينية دي، والصينية التانية هصغر الوردة شوية. طبعا لما تيجي تصغريها ما تضغطيش قوي على الوردة، يعني بصي يعني حاجة بسيطة جدا. طبعا هنا عملت واحدة كبيرة واحدة صغيرة لان ايدي مش ميزان، فالوردات مش مقاس واحد. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم مقاس واحد. ما شاء الله العجينة سهلة وسلسة وبتنزل بكل سهولة، عشان العجينة طرية وسهلة جدا. خلصت اول صينية، وطبعا الفرن يا جماعة يكون سخن. انت بتدخلي الصينية على الشبكة اللي في النص والفرن يكون سخن، وبعد كده النار تكون متوسطة.
تمام، يعني مش هادية قوي ولا عالية قوي. الصينية دي خدت معايا تلت ساعة في الفرن. اول ما تلاقي البيتي فور احمر من فوق يبقى خلاص اطفى عليه او طلع الصينية من الفرن. طبعا البيتي فور احمر حاجة بسيطة كده من صهد الفرن. لو انت فرنك مش حامي قوي تقدري تشغلي الشواية ياخد لون بسيط جدا. يعني البيتي فور بيحمر حاجة بسيطة بس يا جماعة مش قوي. وسيبي البيتي فور لحد ما يبرد خالص وبعد كده شيليه من الصينية، عشان لو شلتيه وهو سخن ممكن يتهري منك او يتكسر منك. هنا عملت وردات صغيرة عن الصينية الاولى شوية، وبعمل هنا بيتي فور بالطول. يعني بصي ميلت كده القمع شوية وبعد كده عملت بيتي فور بالطول، بيبقى حلو قوي. وحاولي توسعي شوية بين البيتي فورة والبيتي فورة عشان طبعا زي ما قلتلك بيفرش سنة في الفرن. لو انت بقى عايزه تعملي بيتي فور بالشوكولاته، انت بتقسمي العجينه، بتحطي معلقه كبيره من الكاكاو الخام او معلقتين، وبعد كده تحطي معلقه صغيره من السمنه او الزبده على حسب ما انت هتعملي. عشان طبعا انت لما تحطي الكاكاو العجينه هتنشف منك، فانت هتحطي معلقه السمنه الصغيره دي عشان تلين العجينه معاكي شويه. لكن انا عملت النهارده البيتي فور بتاعنا كله بالفانيليا، قلت يعني مش مستاهله اعمل ايه شويه بالشوكولاته. طبعا هنا بقى ايه كنت بكمل البيتي فور بالطول، وفضل بقى حته صغننه كده في القمع، فقلت ايه يعني مش هينفع احطها في صينيه لوحدها، فحاولت بقى ايه احطها في الفراغات اللي في الصينيه دي. خلاص كده كده خلصنا الصينيه التانية، احطها في الفرن على طول برضو. تعالوا نشوف البيتي فور اللي انا طلعته. طبعا البيتي فور سيبته يبرد خالص. شايفين لونه عامل ازاي؟ احمر خفيف من فوق واحمر خفيف من تحت، يعني لونه زي فوق وتحت، يعني كل زي بعض ما شاء الله عليه. بيتي فورايه مرمله، بوتفرايه جميله جدا. اعمليه وجربيه على ضمانتي. والله يا جماعه بالسمنه جميل جدا. مين اللي قال اللي بالسمنه ما ينفعش؟ ما ينفعش نعمل البيتيفور بالسمنه، بالعكس البيتيفور بالسمنه جميل جدا والله ما يفرق حاجه عن الزبده. الاوردرات اللي انا كنت بعملها وبطلعها كنت بعمل البيتيفور بالسمنه، والناس كانت حباه بالسمنه جدا وكان جميل وطعمه حلو قوي. وادي الصينيه التانية ما شاء الله عليها، شايفين بقى لونها من فوق عامل ازاي ولونها من تحت برضو عامل ازاي ما شاء الله. دي الصينية اللي وردتها صغننة يعني شوية عن الصينية الأولى. أنا مكبرة صينية ومصغرة صينية. حاولي تصغري الوردة شوية عشان زي ما قلتلك بيفرش شوية في الفرن. وشوفوا انتوا بقى البيتيفور الكبير أحلى ولا البيتيفور الصغنن أحلى. عموما يعني الحجم قريب من بعض. جبت هنا قالب شوكولاتة اللي هي شوكولاتة المطبخ سما، حطيتها كده في صينية صغيرة وحطيت حلة فيها مية على النار وسبت المية تغلي، وحطيت الصينية اللي فيها الشوكولاتة على الحلة وقلبت كده الشوكولاته لحد ما ساحت خالص، وحطيت معلقتين زيت كبار، بس المعلقتين مش مليانين قوي لان الزيت بيدي لمعه حلوه في الشوكولاته. طبعا خليت بقى الحله كده سخنه فيها ميه وحطيت صينيه الشوكولاته عليها عشان الشوكولاته ما تجمدش معايا، يعني الشوكولاته تكون سايحه. بعد كده معايا بقى فستق كداب انا عاملاه، ان شاء الله هبقى اعمله معاكم بعد كده. ومعايا سوداني مجروش ومعايا جوز هند. تمام، بحط حاجه بسيطه كده من الشوكولاته على البوتفرايه والزق فيها اختها، وبعد كده احطها في قلب الشوكولاته واصفيها كده من الشوكولاته ارفعها يعني فوق، وبعد كده احطها بقى في جوز الهند او السوداني الكداب او الفستق الكداب، يعني اي بقى ايه تزيين انت حباه او انت عايزاه. وممكن برضو تزيني بالشوكولاته البيضاء اللي انت حباه واللي انت عايزاه. في ناس بتلزق البيتيفور بالمربى بس انا قلت على ايه يعني هلزق بالمربى وارجع اعمل بالشوكولاته؟ طب ما انا الزق بالشوكولاته وخلاص ويكون مره واحده وخلاص. هنا بقى جبت البيتيفور ده اللي هو الطويل اللي انا عاملاه طويل ما شاء الله، بيبقى شكله تحفه يعني مع التزيين كده. تقدري تشكلي وردات تانية على مزاجك انتي او على ذوقك انتي. انا عملت ايه المتاحة عندي والقمع اللي موجودة عندي، يعني اي حاجة في بيتك جودي بيه مفيش حاجة بتقول لا. جبت بقى الصينية بتاعتي ورصيت بقى البيتيفور كده بتاعنا الحلو الجميل. اقسم بالله يا جماعة اقسم بالله دي حاجة تحاسب عليها قدام ربنا، ان البيتيفور ده اطعم بيتيفور انا عملته، مرمل بشكل يعني فيه ترميله جميله حلو جدا جدا عجبنا قوي. طبعا انا دقته بعد الفطار، لكن دلوقتي وانا كنت بعمله يعني كنت صايمه، بس انا لما دقته بصي بقى حاجه كده ايه يعني في الخيال. حتى ولادي اتبسطوا منه قوي. زينت برضو بيتيفور بالشوكولاته بس ما حطيتش عليه لا جوز هند ولا سوداني ولا حاجه، يعني سبت الشوكولاته بس كده ساده. شكلها حلو قوي جميل جدا. ناس كتير سالوني انت بتحفظي البيتيفور ازاي ولا الغريبه؟ بتجيبي علبه وترصي البيتيفور وتحطي كيس تلاجة وترصي الطبقه التانية وتحطي كيس تلاجة وترصي الطبقه التالتة على قد ايه ما العلبه تاخد معاكي، وبعد كده حطي العلبه في الفريزر او التلاجة من تحت اي حاجه فيهم، المهم ان انت تحفظي البيتيفور. وطبعا الغريبه نفس الكلام. ولو ما عندكيش علبه تحطي فيها البيتيفور ولا الغريبه تحطيه في كيس تلاجة عادي خالص يا جماعه وتحطيه في التلاجة من تحت او الفريزر.
مفيش اي مشكله. شايفين بقى البيتي فور شكله عامل ازاي؟ الكوبايتين الدقيق بصراحه عملوا لي كميه حلوه، يعني الكميه دي من كوبايتين دقيق حوالي كده كيلو الا ربع. والله يا جماعه يعني ما شاء الله ما شاء الله، ريحته جميله، كميه حلوه. وده كان اخر الفيديو. ما تنسوش بقى ايه لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناه. مع السلامه، في رعايه الله.